صح اخويا انك يعني 10 سنوات هذوما 10 سنوات غربه صاحبي، واحنا كلنا عدينا غربه وعدينا. ننصحك انك تصبر، بس انت ريلاكس. الصبر من رب الانسان. الحمد لله، والله شكرا على المعلومات ويسهل لك انت اخويا سوري. الله يسعدك يا رب. بعد كل الدول والمدن اللي زرتها، هون حسيت شوي هدوء، بس قلبي بعده عم يدور على شيء ثابت، وكل خطوة عم جرب فيها لاقي الأمان، ولكن بتحسها بتاخدني لمكان أبعد مني. البحر هون بيعلمك الصبر، كل موجة تمسح أثر شيء، ما كل ضياع يعني خسارة، أحيانا ضياع بيخليك تلاقي شيء تاني. كنت عم صور الفيديو وفجأة حسيت بصدمة. الناس وقت نصحوني اجي لهون كانوا يقولوا لي انه الامور سهلة، بس الحقيقة غير. الحياة هون ما بسيطة ابدا. اذا ما عندك حدا يسندك لازم تعيش تقريبا 2 سنين لحالك وعلى حسابك، وهذا الشيء شبه مستحيل اذا ما بتعرف لغة البلد. قابلت شباب وضعهم يوجع القلب، يوم بيناموا بالشارع، يوم عند رفيق، يوم بالهوستل، حتى في منهم يصيدوا سمك بس ليبيعوه ويقدروا يعيشوا. ما في مساعدات، بس في أوراق. إذا قدرت تثبت إنك عشت 2 سنين بهالبلد وأنا ضايع، واللي كان معي شبه خلص، وممكن مصير الشارع، ماني عرفان شو لازم أعمل ولا لوين ممكن يوديني هالطريق، بس رغم كل هالشيء مؤمن إنه مع العسر يأتي اليسر.